طريقه اصلا انا بعمل الفيديو ده. دي طريقه ساعدتني ان انا اجيب 98.4 في ثانيه ثانوي و99.4 في ثالثه ثانوي. 99.4. مش عارف ايه قصة ال4 دي، بس يعني 99.4 وانا ما كنتش يعني الاذكى طالب في الثانوية العامة يعني عشان اجيب المجموع الكبير ده. وكمان لاني بحب لما حد يكلمني عن حاجة يوريني هو عملها ازاي، يعني show me don't tell me. واعتقد في الفيديوهات اللي انا شفتها كلها على يوتيوب ما شفتش فيديو بيتكلم مثلا ان واحد بيشارك طريقة حاجة زي دي بالتفاصيل. يعني انا احب الديتيلز قوي، يعني احب التفاصيل قوي. انت كنت بتعمل ايه، كنت بتستخدم قلم نوعه عامل ازاي، الاضاءة بتاعتك كانت بتبقى عاملة ازاي، كنت بتذاكر امتى، الكلام ده انا بحب الديتيلز يعني. فمش عارف هل الموضوع هو حاجه سريه، خلطه سريه كده زي خلطه كنتاكي مثلا، ولا الموضوع ايه بالضبط. بس النهارده ان شاء الله انا بشارك معاكم الطريقه اللي كنت بذاكر بيها في الثانويه العامه واللي ساعدتني زي ما قلت لك ان انا اجيب مجموع كويس. ف ليتس جيت تو ات. وللعلم بس دي مش حاجه انا بتكلم عنها عشان بفتخر بيها بقول لك انا قد ايه كنت شاطر، لا دي حاجه انا بشاركها معاك لربما تستفاد منها وتساعدك انت كمان. كنت بصحى قبل الفجر بساعتين صيف او شتاء، بقوم بتوضى واصلي قيام الليل واقرا ربع قران وادعو ان ربنا يرزقني الفهم، دي اول حاجه. وبعدين كنت ببدا بالحاجه السهله المحببه ليا اللي هي في الوقت ده الرياضيات. كنت ببدا بحل مسائل بسيطه، يعني انت اصلا قايم من النوم لسه ما ركزتش او لسه دماغك ما اشتغلتش، فده حاجه زي انت بتسخن بقى، زي مثلا اللي هو هيلعب كوره او اللي هيجري بيبدا الاول بحاجات بسيطه. فكنت ببدا بمسائل سهله وبعدين بتدرج شويه في الصعوبه لحد ما احل مساله محترمه انا كده جاهز ان انا اذاكر. بعدين ببدا بقى اذاكر الماده او الجزئيه اللي انا عايز اذاكرها. وعلى مدار اليوم يعني ما كنتش بركز في ماده واحده بس، كان الموضوع متوزع ما بين مواد فهم ومواد حفظ ومواد حل. يعني اي حاجه انت بتدرسها هي واقعه ما بين الثلاث حاجات دول او مشتركه ما بين حاجتين منهم. ما كنتش مثلا باخد ماده من الاول اليوم لاخر اليوم على الماده دي، لا هتزهق وتمل. حاول تنوع من الموضوع ده. وكنت بذاكر لحد صلاه الفجر. طبعا بروح اصلي الفجر وده كان بيبقى بريك كويس جدا جدا، انك بتنشط جسمك بقى، بتروح تتحرك وتيجي، وبريك برضو من المذاكره يعني تفصل شويه من المذاكره. برجع من الصلاه باكل حاجه خفيفه وبعدين بكمل مذاكره لحد الصبح. وبعدين بقى لو في درس او حاجه زي كده بروح الدرس، وده كان بيبقى بريك ممتاز جدا جدا. يعني برضو انت بتذاكر وبعدين بتاخد بريك اهو. يعني الدرس بالنسبه لي ما كانش لود، لا ده كان بريك، حاجه كده انك بقى بتروح بتقابل اصحابك بتهزرهم بتتكلموا، فده كان بريك مهم جدا. وحاجه لذيذه جدا كنت بعملها في اي درس ان قبل الدرس بنص ساعه كنت براجع اللي احنا خدناه الحصه اللي فاتت وبقرا اللي احنا هناخده الحصه دي. بمعنى ان انا مثلا رايح درس عربي هناخد نصوص، فكنت بقرا اللي احنا خدناه في النصوص الحصه اللي فاتت. يعني مثلا لو نص شعري فكنت بقرا النبذه، براجع يعني النبذه عن الشاعر، بقرا النص بشوف مواطن الجمال والمعاني والكلام ده بتاع الحصه اللي فاتت. وبعدين الحصه اللي هناخدها بقى اللي لسه هناخدها كنت بقرا برضو نبذه عن الشاعر سريعه كده وبقرا النص واشوف مواطن الجمال. طبعا انت ما كنتش بتبقى فاهم حاجه، او انا ما كنتش ببقى فاهم حاجه من اللي انا بقراه، يعني 25% ده مقدار استيعابي من الكلام اللي انا بقراه. ولكن بيتكون عندك اسئله، ان انت بتكون رايح الدرس مش اول مره هتسمع الكلام ده، لا ده انت قريته قبل كده وعندك اسئله او عندك حاجات غامضه بالنسبه لك عايز المدرس يشرحها لك او يوضحها لك. فبالتالي انت ما انتش رايح اول مره هتسمع الحاجه ديت والموضوع هيبقى مربك بالنسبه لك، لا ده انت قريته قبل كده وهتتجاوب مع المدرس وهتساله، فالموضوع هيبقى مور انتراكتيف، يعني هيبقى فيه تفاعل اكتر من ناحيتك. وكمان الموضوع هيثبت في دماغك اكتر، يعني لانك بتاخد وتدي، بتسال سؤال فبيجاوب عليك، فالموضوع بيثبت في دماغك، مش انت بتاخد حاجات غريبه عنك وبتركنها وتقول اما اذاكرها ابقى افهمها. يعني مهمه جدا 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 حته ان انت تقرا اللي انت رايح تاخده حتى لو ما فهمتش منه حاجه. كنت بخلص موضوع الدرس ده لو هو درس او درسين، برجع مثلا على الظهر كده القيلوله بقى، دي مهمه جدا جدا. كنت مثلا بنام من بعد الظهر لحد العصر، وكنت بقوم فايق قوي ومركز قوي قوي ومنتعش كده وجاهز ان انا اذاكر تاني. وكنت بذاكر بقى من بعد العصر لحد المغرب. بس كده انا يومي بالنسبه للمذاكره انتهى. من بعد المغرب لحد العشاء او بعد العشاء بشويه كنت بطلع اتمرن واجري مع صديقي يحيى واقابل بقى اصحابي والكلام الجميل ده. وده كان بمثابه ستريس ريليف او تريحه كده من الضغط بتاع المذاكره، وان انت اصلا بتجري او بتلعب رياضه فهرمون الاندروفين بيفرز في دماغك، وده هرمون السعاده، يعني بيخليك كده منتعش وجميل ومبسوط. يعني جربها كده لو جريت، انا متاكد ان الناس الرياضيين او الناس اللي بيجروا فاهمين الكلام ده كويس، ولو انت ما جربتوش فجرب تطلع تجري، تنتظم كده في الجري كذا يوم، هتحس بسعاده وهتحس ان الضغط اللي عليك ده بيروح كده. فالموضوع مفيد لجسمك ولعقلك ولكل حاجه يعني. وبعدين بكل حال من الاحوال ما كنتش بعدي الساعه 11 بالليل في السهر، وده لسببين. اول سبب ان انا كنت قرات ان تركيزك بينخفض للنص تقريبا بعد الوقت ده، وتاني سبب ان زي ما قلت لك ان انا بصحى قبل الفجر بساعتين، فلازم انام بدري علشان اقدر اقوم قبل الفجر بساعتين. اوكي، فده تلخيص كده ليومي في المذاكره في الثانويه العامه.